البصل احنا بايعينه ب 10 جنيه. لازم الناس تعرف المصيبه جايه منين، وما تحملوش على خلق الله بالإدانة. البصل وحياة من قال انا الله اللي في دي انا بايعينه انا واحد من الناس اعوذ بالله ممكن ابيعه ب 10 جنيه. ليه البصل وصل 30 و35 جنيه؟ قال لك التصدير. هل مش عارفين اللي يحتاجوا بيتك يحرم على الجامع؟ دي حقيقة. انت جعان تروح تحط 1000 جنيه في جامع؟ ده عيالك بتموت من جوه وتروح تبني لي جامع؟ يعني بمعنى ذلك التصدير. لما تتجار البصل ب10 وب8 وب9 واجال كمان، لانهم بيشتروا بالزرع على بعض، انا بيع بالكيلو. لما تتجار البصلات اللي في الدنيا والحكومه فتحت لها التصدير، ما تسيبوا يبيعوا في البلد بجنيه ونص و2 جنيه. يعني العيب عند الحكومه مش عدالة. احنا زرعنا وربنا عوض علينا وادانا ورضانا وراضيين 8 جنيه ب 10 جنيه ب 9 جنيه، انما مش بعد ما نبيعه يوصل 35 جنيه. اقول لك واختم على طول. الحاجة ربنا يصلح حالكم وحالي. انا بعت البصل اللي فايض منه وسيب يعني على قد الدور. واحده اجت قالت لها والنبي زي بعضه عايز 10 كيلو. بتقول لي قلت لها ماليش فيه، اللي عندك لو كان هيفيض منك انا جبت لك بصلك انت حر تبيعيه، بس مش تيجي في يوم من الايام وتقول البصل خلص مني. مش عاوز اقول لكم قلت لها اعمل ايه، يعني ممكن اطلقها طالما مخزن ما يكفيني. زي كل واحد ما اشترى مني 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو 70 كيلو، خد اللي يكفيه سعر 10 جنيه. انت عارف قالت لي ايه؟ قالت لي ده البصل ب 30 جنيه. وانا سامع الدكتور المحترم الاعلامي النزيه الشريف، وانا اسف يا مصطفى يا بكر ان انا بوصفك كده، اسف، بيقول البصل ب 35 جنيه، ما توقفوا استيراد البصل 3 اشهر هيجرى ايه. مع السلامه.